السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معاكم فرخة كده مشوية في الفرن، يعني هتغنيكي عن الفراخ بتاعت بره بمراحل. يعني هتبطلي أصلا لو جربتي الطريقة دي، هتبطلي تشتريها أصلا من بره. طبعا عندي الفرخة بتاعتي مقاسها وسط، كيلو ونص. يعني ايه، كل ما تبقى صغيرة كل ما يبقى أحسن. يعني كيلو ونص، كيلو 400، كيلو 600 كده حلو قوي عشان تطلع معاكي مستوية كويس، وما تكونش نية من جوه ولا يكون فيها اي دم. فتكون الدنيا فيها تمام. هاتيها حجمها صغير، اللي هو يعني من كيلو 300 لحد كيلو 600 كده. اكتر من كده هتبقى كبيرة معاكي مش هتستوي كويس. تمام. طبعا جبتها غسلتها كويس ونقعتها في المحلول بتاعها وشطفتها دلوقتي، واديت الصدر كده والوراك تغريز كده بالسكينة عشان خاطر التتبيلة تدخل جواها. وقبل ما ندخل على التتبيلة وعلى الطريقة، ما ننساش الدعوة بتاعتنا لاخواتنا في غزة، ان ربنا يعدي الكرب ده على خير وينصرهم نصرا عزيزا يتعجب له اهل السماء والارض. وبإذنك انت يا رب ينصرهم ويقويهم على اللي هم فيه، ويثبتهم ويثبتهم ويثبتهم. واحنا ما فيش اي حاجة في ايدينا نعملها غير ان احنا نعمل مقاطعة، وان احنا نحاسبن. يعني حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيقتل نفسه. هندخل دلوقتي على الطريقة بتاعتنا. انا حطيت اول حاجة الملح، ونزلت عليه بمعلقتين صلصة، وهنزل عليه بربع كوباية خل وربع كوباية زيت. تمام كده. وهنشوف دلوقتي هنحط بهارات خفيفة جدا، ولا هنبشر بصل ولا طماطم ولا فلفل، ولا هنعمل كل ده. تتبيلة خفيفة جدا جدا جدا. نزلت دلوقتي بربع معلقة سكر، لو عندك عسل حطي بدلها عسل، وحبة فلفل اسود، يعني نص معلقة فلفل اسود او معلقة صغيرة فلفل اسود. عليها بهارات فراخ، معلقة صغيرة بهارات فراخ او 7 بهارات، ومعلقة صغيرة توم بودرة، ومعلقة صغيرة بصل بودرة. وهحط نص معلقة بابريكا. البابريكا في التتبيلة دي بتدي الفراخ طعم خطير. بعد ما نزلت كده بالتوابل، اللي هي هقول معاكم تاني معلقتين صلصة، وهظبط الملح بتاعي، ومعلقة صغيرة توم بودرة، معلقة صغيرة بصل بودرة، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة بهارات، معلقة صغيرة بابريكا. هقلب كل الكلام ده، واحط حبة زعتر صغيرين برضو بتاع معلقة زعتر صغيرة. هقلب كل الكلام ده كده في التتبيلة. واهم حاجة تظبطي الملح بتاعك، وكل ما تقعديها في التتبيلة كل ما يبقى احسن. ونزلت بعصرة برتقان، اللي هو ربع كوباية برتقان، برضو بتديها طعم، والتست بتاعها بيبقى خطير. هجيب بقى الفرخة، طبعا انا غسلاها وزي ما قلت لكم كنت نقعاها وشطفتها والدنيا فيها زي الفل. هروح دعكاها كويس اوي في التتبيله دي كده، وهدخل التتبيله جواها وتحت الجلد، هحميها كده بالتتبيله دي تحت الجلد كده، وما بين الوراك بتاعتها وفي قلبها من جوه. وهسيب بقى الفرخه في التتبيله دي اقل حاجه 3 ساعات. يعني دايما اي تتبيلات اي تتبيله اي حاجه بنعملها، بنفضل يا اما نعملها قبلها بيوم، يا اما لو مش عارفه تعملي اكل ايه والفكره جاتلك فجاه كده، اقل حاجه تقعديها في التتبيله 3 ساعات. تمام كده. وكتفتها طبعا، وهركنها دلوقتي في التتبيله بتاعتها 3 ساعات. واول ما تقعد بقى في التتبيله براحتها كده وتشرب من التتبيله، هنرجع دلوقتي نقول لكم هنسويها ازاي. وليها طريقتين للسوا مش طريقه واحده. طبعا بنبقى ماشيين في الشارع، بنشوفهم في الشارع حاطينها كده في الشوايه متكتفه كده، وعماله تلف 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 وتتشوي. انا هخليكي تعمليها في البيت، واحلى من بتاعه بره كمان. وكده بعد ما الفرخة بتاعتي قعدت 4 ساعات في التتبيلة، جبت بصلاية حجمها صغير وقطعتها كده جوليان او طرنشات او جوانح زي ما بتسموها. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ودي الكبده والقنص اللي هم بتوع الفرخه اصلا، كنت غسلاهم برضو وركناهم على جنب كده لحد ما يجي لهم وقت واعملهم. حطيت بقى الكبده والقنصه بتوع الفرخه على البصلايه دي، واحط عليها ملح وفلفل اسود. يعني حبه ملح وحبه فلفل اسود، ونص معلقه صغيره من السماق. السماق بيدي كرمله كده للبصلايه، وبيخلي طعمها حلو قوي.
حطيت كده حبة ملح وحبة فلفل اسود، وهنزل بحبة صغيرة من السماق، وهدعك بقى البصلاية دي مع الكبدة والقنصة، وهدعكهم كده دعكة حلوة في بعض. وبعد كده هحشيهم الفرخة بتاعتي. هجيب بقى كده الفرخة والخلطة دي اللي بتاعت البصل، هروح حطها في قلب الفرخة من جوه. تمام كده. طبعا اللي يعني الفيديو شارح نفسه من غير ما اتكلم، كل حاجة واضحة. اهو هدخلها كده جواها، وهجيب بقى خلة اسنان. هجيب خلة كده وايه، هقفل بقى بطن الفرخة، الجناحات دي برضه هلمها كده على بعضها في الفرخة، عشان خاطر ايه تبقى طالعة كلها كده مظبوطة معايا. هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. انزلوا بقى صلوا على النبي كده في كومنت، وادعوا ان ربنا ينصر اهل فلسطين وغزة يا رب، ويعدي الكرب ده على خير ويثبتهم ان شاء الله. بعد ما قفلتها كده، قفلت البطن بتاعت الفرخة بالخلة، هجيب الأجنحة بتاعتي، وبرضو هدي كده من يعني هدي الجناح من هنا شكة كده بالخلة، ومن الناحية التانية برضو كده، عشان خاطر الفرخة ايه تبقى مظبوطة معايا، متبقاش ايه جناحاتها طايرة منها كده وما تستويش كويس. لا، انا عايزاها كلها تبقى في قلب بعضها كده، عشان لما تلف تاخد كلها اللون الحلو وتستوي كويس. بس كده الفرخة ايه كتفتها. هجيب بقى السيخ، طبعا اي فرن عندنا فيها مروحة فيها السيخ دوت. السيخ ده اللي هو بتاع الفرن هجيبه دلوقتي. هجيب الاول الصينية دي، احط فيها حبة كده من التتبيل عليهم مية، عشان خاطر احطهم تحت الفرخة، ان الفرخة مثلا لو نقطت مية او نزلت مية تنزل جوه الصينية، ما تنزلش في الفرن وتبهدل الدنيا في الفرن. وكمان البخار يساعد ان الفرخة تستوي اسرع. البخار طبعا لما المية دي تغلي في الفرن، فالبخار يساعدني ان الفرخة تستوي اسرع. هبتدي دلوقتي ادخل الفرخة كده من عند الرقبة في السيخ، ايه طبعا ده مشبك بيبقى في كل السياخ برضه. هروح ايه حاطه كده السن ده في قلب الفرخه، وهروح رابطه المسمار ده كويس قوي قوي قوي، عشان خاطر الفرخه ايه ما تتخلعش منه وتفضل تلف. ادخل برضه المشبك التاني كده، وهروح نغزه الفرخه كده بيه برضه، وهتاكد ان هو ايه دخل جوه الفرخه كويس. بعد كده هروح رابطه المسمار. ايوه كده. كده بالشكل ده كده. وهي كده الفرخه بصوا. طبعا لو السيخ ده مش موجود عندك، او ان انتي مش متاح عندك السيخ ده، او مش تعرفي تسويه بالطريقه دي، هقول لكم دلوقتي على طريقه حلوه قوي. هتحطي الفرخه يعني بنفس الطريقه دي، هتحطي الفرخه في الصينيه وتدخليها الفرن على الشوايه بس. يعني انا ولعت الفرن من تحت 10 دقايق، المية بس اللي كانت في الصينية غلت، ورحت فاتحة الشواية ومهدية الشواية شوية، وسبتها بقى تلف في الفرن براحتها لحد ما استوت وطلعت باللون اللي انتوا شايفينه ده وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عملت جنبها طبق سلطة وحبة بطاطس ومكرونة كده بصلصة. تقدري تعملي جنبها اي حاجة انت حباها، ممكن تستكفي بسلطة وطحينة ورغيفين عيش كده والدنيا هتبقى تمام قوي. هتحطيها في الصينية بنفس التتبيلة بنفس كل حاجة، تحطيها في الصينية وتغطيها بورق زبدة وورق سلوفان، او هتحطيها في كيس حراري وتحطيها في صينية برضو وتدخليها الفرن. اول ما تستوي وتأكدي ان هي استوت، هتفتحي عليها الشواية تاخد اللون وخلاص كده. بس كده. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ودي كانت الطريقة بتاعتنا النهاردة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وندعي لاخواتنا في غزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.